نعم. في الحقيقة ما وقع هو خلط الأمر السياسي بالأمر القضائي، وهذه مهزلة من المهازل الجديدة التي تعيشها فرنسا، التي تعيش على وقع صراعات سياسية خاطئة جدا ومراهقة جدا وهرطقة سياسية كبيرة جدا. ثق سيدي بأن هذه المسألة هي فقط مسألة سياسية، جرعة سياسية يراد من خلالها الآن فقط التوقيت الذي وقع فيه هذا القرار هو ساعة فقط قبل أن ينطق السيد ماكرون بمسألة النيجر وعدم سحب السفير. جاء جابرييل أتال الذي هو جديد لوزارة التربية، لا يعرف عن كواليسه ولا يعرف، ولكن مع علاقة الأمرين كيف يستفيد الرئيس ماكرون؟ قرار في بداية سنة كيف يستفيد هل وضحت للمشاهد أستاذ نزار كيف يستفيد ماكرون من جدلية عدم ارتداء العباءة في المدارس الفرنسية مع أزمة النيجر؟ ما العلاقة؟ نعم السيد ماكرون الآن يختلق كل الأزمات السياسية في البلد، وربما سنرى أزمات أخرى، لأنه يعرف بأن هناك خريف اجتماعي قاسي وشتاء اجتماعي قاسي قادم جدا. الآن الفرنسيون سيخرجون إلى الشوارع للمطالبة أولا بالتراجع في السياسة الخارجية لفرنسا في الحرب الأوكرانية، سيخرجون في التراجع على المسألة الأفريقية، سيخرجون لغلاء المعيشة، سيخرجون لنقصان الطاقة. لذلك هذه الحكومة أصبحت يمينية أكثر من اليمين نفسه، اليمين المتطرف نفسه. اليوم هذه معركة انتخابية بالأساس، يريد السيد درمانا من خلال ملف الهجرة والسيد عطال من خلال إخلاق واستخلاق مسألة العباءة من أن يحاولوا أن يوفروا الآن نمط وحديث اجتماعي ومسائل اجتماعية تلهي الناس عن الحقائق الموجودة. الآن هناك ما يسمى جمع الجميع في سلة الهزيمة، الآن هناك هزيمة كبرى لفرنسا في عديد الملفات الداخلية والخارجية. لذلك أرى بأن اليوم هناك أكبر لعبة وأخطر لعبة في فرنسا، وهي خلط المسألة السياسية بالمسألة القضائية. وسترى قادم الأيام ستفرز لك حديث سياسي مناقض لقرار المحكمة. السياسيون الفرنسيون نفسهم الآن تفطنوا إلى أن هذا الرجل السيد ماكرون والماكرونية ليست لها حزام داخل البرلمان، تحاول أن تمرر قرارات دون أن ترجع إلى الشرعية الشعبية البرلمانية، تحاول بشكل أو بآخر أن تجد الآن أي أزمة. بالله عليك سيد إيلي وأنت رجل قانون، شو دخل العباءة في الإسلام؟ في نص في القرآن، وأنا سأصبح الآن المدافع الأكبر عن القرآن، في نص يتحدث عن العباءة. ما كانت العباءة زمن يثرب ولا قريش، ما كانت العباءة زمن الرسول، ولكن اليوم عندما نقول بأن هذا القانون يسمح ببعض الأشياء ولا يسمح ببعض الأشياء، أقول للسيد إيلي وأقول لكل جمع الطيف السياسي في فرنسا: هل قانون العلمانية سيطبق بأن لا يذهب رجال السياسة الفرنسيين إلى الأئمة الجوامع والجمعيات الإسلاموية لحصد الشعبية لدى الانتخابات؟ وتعرف من أقصد من أحزاب اليسار واليمين التي ذهبت إلى الإسلام السياسي وإلى أئمة الجوامع. سيد إيلي، هل يمكن أن ترد على هذه النقطة؟ يعني هل الهدف من قرار منع العباءة في المدارس الفرنسية هو لأغراض مكاسب سياسية ومغازلة اليمين؟ للأسف هذا هو صحيح من الناحية السياسية، ولكن لا يجب أن ننسى أن استعمال هذا الواقع وتسجيل